قلب ام حذيفه، حشتوني وحشتوني جدا. بصوا يا جماعه، اللي يعرف ايه ده يقول لي. تمام، دي حاجه يعني بصوا ريحتها مش حلوه قوي، وطعمها في البدايه كده مش بيبقى حلو خالص. يعني انا دقت واحده، مش دقتها يا دوبك فتحتها كده. انا هفتح معاكم واحده. بصوا فتحتها بس كده، شوف شكلها من جوه اهو. فمجرد ما انا شميت ريحتها كده ودقت حاجه بسيطه منها فما عجبتنيش خالص. تمام، بس لما جربت واحده واتنين تحفه. البذره بتاعتها اهي، دي بقى هنزرعها. بصوا انا طلعت بذور قد ايه بجد، العيال كلوه ورموه كمان. شايفين البذور؟ كل البذور دي انا هزرعها. بصوا انا هبيتها للصبح بس في البرطمان زي دوت عشان احنا بالليل. فضاها هنا. بصوا البذور اهي. اللي يعرف دي بذور ايه يقول لي. هزرعها الصبح واوريكم بتزرع ازاي وهتبقى عامله ايه. هنحطها هنا كده كانها لسه مقفوله بقى، عشان مش عارفه اصلا لو بس هتنشف او يحصل لها، فاكيد يعني اكيد هتنشف. فخليها هنا ايه محتفظه بالنمو بتاعها. شكله اهو. الله اوضح لكم اكتر. بصوا اهو، اللي يعرف اسمه يكتبوا لي في الكومنتات. كذا مره كنت اقول لكم اسمه على فكره. اهو بصوا اهو. هزرعه، بس هزرع يعني ايه كام حبايه منه جنب بعض واشوف ايه اللي هيطلع، عشان بيبقى شجره كبيره. هو شجره كبيره وبتضل كده وبيبقى حلو قوي. بصوا بيتجننوا عليه يا جماعه، والله العظيم بيتجننوا عليه. في الشارع هنا كان يعني حد عنده شجره وكده وزارعين، فالعيال واخده منه كده، فانا مش عارفاه الصراحه. بس انا شبهت فقلت لها كذا، قالت لي ايوه. فانا عشان اصلا ما ربناش من زمان خالص ولا كنت بشوف خالص، فجيت بقى ايه قلت بقى انا هزرع منه. في حب ناشف اهو طبعا بنرميه، اللي بيتاكل اللي هو الطري زي دوت. يلا اللي يعرف اسمه ايه يقول لي في الكومنتات، واستنوا الفيديو بتاع زراعه البذور بتاعته، وهنشوفها ونتابعها مع بعض ونشوفها عامله ازاي. يلا باي. قبل ما انسى واقفل الفيديو، تابعوني على قناتي على اليوتيوب ام حور يوميات وزراعه، وعلى التيك توك ام حذيفه. تمام، يلا باي. ما تنسوناش بالاشتراك واللايك. باي.